يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين قناة ليلي. النهارده نبدأ ملخص جديد للحلقة رقم 8 لمسلسلكم اعلى نسبة مشاهدة، واللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وبنبدأ بمقدمة للحلقة ان نسمة وشيماء هما الاتنين في السجن، ونسمة بتقول لشيماء انا هقولهم على كل حاجة وانا ماليش دعوة بالحوار ده كله والفيديوهات دي، وانتي اللي عملتي كل دوت، واقول لهم ان انتي اللي شدتيني معاكي للموضوع ده. وبنرجع هنا للحلقة بتاعتنا، بنلاقي ان خال شيماء بيروح لها الحفلة وبيقول لها ان هو لسه عايش ما ماتش، وهي بتفرح كتير، وبينبه عليها ان هي ما تقولش لاي حد، وهيبعت لها ال- اللوكيشن بتاع المكان اللي هو قاعد فيه وتبقى تروح له يعني، وهي بتقول له حاضر. وبيرجعوا هنا البيت، نسمة وشيماء واختهم بتزعق لهم وبتقول لهم انتوا كنتوا فين، بيقولوا لها ان احنا كنا في عيد ميلاد واحدة صاحبتنا، وامال بتقول لهم ان باباهم كان قلقان كتير عليهم وروحوا كلموه وهم ما بيرضوش، بيقولوا لها كلمي انتي وطمنيه. وهنا بقى نسمة بتقول لشيماء ان انا معايا صور وفيديوهات من الحفلة. شيماء بقى بتدور على الشاحن في شنطة نسمة، بتلاقي ساعة وبتقول لها الساعة دي جايباها منين هاخدها. نسمة بتشدها بسرعة وبتقول لها ان الساعة دي كانت مصورة فيديو لمحل واداها لها مقابل ان هي مصورة الفيديو. اما كاميليا وطارق مش مصدقين اللي حصل لهم في افتتاح المطعم، وبيتابعوا اللي حصل على السوشيال ميديا وبيشوفوا الناس قالت ايه. اما هنا حسن بيتصل على شيماء وبيشوف الفيديو بتاعها في الحفلة ومش بترد عليه، ونسمة برضو بتشوف الفيديو بتاعها وبتتضايق ان هي جايبة مشاهدات كتير عنها. اما هنا شيماء بتقول لخالها ان هي هتروح له بكره بس هتعمل كذا مشوار وبعد كده تروح له. بيرجعوا البيت عند باباهم وبيبقى متضايق جدا وبيقول لهم اللي حصل ده ما يتكررش تاني، علشان انا هبقى مشغول الفتره الجايه في الشغل بتاعي ومفيش بياتلكوا برا البيت. وبعد كده بيروحوا كلهم يصلوا مع بعض. اما في المشهد ده زميلة نسمة بتروح لها البيت وبيقعدوا يتكلموا على اللي حصل في الحفلة وعلى الناس اللي شافوها. اما هنا بقى نجمة التيك توك خطيبها بيكلم نسمة وبيبعت لها رسائل وبيقول لها ان هو عايز يشوفها، فهي بتاخد بالها من الكلام ده وبتمسح الرسائل وبتبعت لها رسالة بتقول لها ملكيش دعوة بخطيبي، قلتلك 100 مرة ابعدي عنه علشان ما زعلكيش. اما هنا بقى مامة شيماء واختها بيسألوها جابت فلوس ودفعت الايجار منين، فهي بتقعد بقى تخترع لهم قصة وبتقول لهم ان صاحب خالها جه وقابلها واداها فلوس وهي حبت تساعد وتدفع الايجار. مامتها بتصدقها، اما اختها بقى مش مصدقه الكلام ده خالص. وهنا بقى طارق قاعد مع ابنه وبيمهد له ان هو معجب بكاميليا وعاوز يتقرب منها اكتر. هنا بقى اخت شيماء ما اقتنعتش بالكلام اللي قالته وقالت لها نتكلم بره البيت عشان محدش ياخد باله، وقالت لها طلعي بسرعه الموبايل بتاعك، وشيماء مش عاوزه تطلعه فطلعته وبصت فيه قالت لها ايه اللي بينك وبين جوزي، ايه الرسائل اللي مسحتيها دي، وفضلت تزعق لها. وشيماء قالت لها مفيش حاجه بيني وبين جوزك، وبعدين قالت لها اصبري بس هحكي لك. بتقول لها ان الموضوع بدأ من ساعه ما اختك نزلت فيديو لينا على النت. اما هنا مامتهم بتكلم شيخ علشان تسأله على الذنب اللي عملته، واختهم بتبقى واقفة على الباب بتسمع الكلام وبتدخل تتكلم مع مامتها وبتقول لها عملتي ايه، وبتحكي لها هي عملت ايه، بتقول لها طيب ماشي. بعد كده بيلبسوا هما الاتنين وبينزلوا وابوهم بيبقى مراقبهم وهما ماشيين. اما هنا فوكس بيكلم شيماء وبيقول لها ان هو جايب لها شغل جديد وهي ما ردتش عليه. وهنا نسمة بقى بتنزل مع صاحبتها علشان يروحوا يصوروا اعلانات لمحلات. وهنا حسن بيبعت لشيماء رسالة وبيقول لها انا مستنيكي تروح تقابله، وبيقول لها ازاي تروحي الحفلة دي من غير ما تقوليلي. وبعد كده بيقول لها انا عاوز اتجوزك وهاجي اطلب ايدك من باباكي، وهي بتبقى مبسوطة جدا وفرحانة. وبتروح امال ومامتها للست اللي حطوا لها العمل وبيقولوا لها على اللي حصل، وهي عاوزه تطلب لهم البوليس بيتاسفوا لها. وشيماء بقى بتحكي لصاحبتها اللي حسن قاله لها، فبتقول لها هو بيضحك عليكي وطمعان فيكي علشان انتي بقيتي مشهوره، وبتقول لها ان فوكس دوت لازم تمسك فيه وما تسيبهوش علشان ده اللي هيجيب لها شغل وفلوس كتير واعلانات.
ولما امال ومامتها بينزلوا من عند الست بيلاقوا ان باباهم كان مراقبهم وماشي وراهم، وبيزعل وبيتضايق وبيقولوا له لما نروح البيت هنتكلم. بيقول لهم خلاص انا هروح الشغل الاول. بعد كده بقى هنا نسمة صورت الاعلان علشان تاخد فلوس والراجل بيديها الفلوس. وهنا بقى شيماء بتعمل شوبينج بالفلوس اللي هي معاها هي وصاحبتها. بعد كده بتروح لخالها على المكان اللي قالها عليه، بيحكي لها بقى وبيقول لها على اللي حصل له، وكان لازم ان هو يعمل نفسه مات علشان كل الناس اللي عاوزة منه فلوس. وبيقول لها ان المكان دوت بتاع حد كبير، وانا قاعد فيه مقابل ان انا بعمل شغل بيني وبينه. وهي بتحكي له على حسن، وبيرد عليها وبيقول لها ان حسن دوت سيبك منه بقى خلاص، انت تشوفي لك واحد زي اللي كانوا في الحفلة، الناس اللي هي فوق دي، علشان ياخدك معاه للمستوى الاعلى والافضل. وبعد كده بتقول له لا انا بحب حسن ومش عاوزه غيره. وعلى المشهد ده بيكون اخر مشهد في الحلقه بتاعتنا، واستنونا في حلقه جديده، وما تنسوش اللايك والاشتراك.